كيف تشخص نفسك أن بك سحر أو عين أو حسد أو أنت ممسوس أو عندك تابعة أو مس عاشق؟ من وجد ثقلا في كتفيه وعندما يقبل على الصلاة يقوم بالتثاؤب بكثرة، أو عندما يفتح المصحف لقراءة القرآن سطر 3-5 سطور أقل من ورقة يأتيه نعاس قوي فيغلق المصحف وينام، وعنده ثقل في العبادات وثقل في كل أموره، هذا مصاب بعين. أما الحسد يكون صاحبه منهكا ويائسا ومرهقا ومعطلا عن كل شيء، وله ألم أسفل الظهر وفي كل العظام، هذا مصاب بحسد. أما صاحب السحر فتغير كلي، إما جمال يتشوه ببقع في الجسد أو انتفاخ في البطن إن كان مأكول، وتجاشؤ يعني يتقرع كثيرا إن كان به سحر مأكول، وسقوط للشعر وشحوب في الوجه وتعطيل في كل الأمور وتعطيل في الزواج والعمل والإنجاب دون سبب مقنع ودون سبب طبي، فهذا يكون أغلب الحال به سحر. وكل هذه الحالات عليكم براق شرعي متمكن.